دي ناجتس مش عاديه، ناجتس هتبقى صديقه لكل ام عندها اولاد ما بيحبوش ياكلوا الخضار. من هنا ورايح هناكلهم الخضار بس بطريقتنا الخاصه، وفي نفس الوقت هيحبوها جدا اكتر من العاديه. اول حاجه نفتح التلاجة ونطلع الخضار اللي عندنا، كوسه، جزر، فلفل، جنزبيل، بصله، وكمان شويه توم، وهنفرمهم مع بعض الاول مش فرم جامد. هننزلهم في طبق لوحدهم على جنب، ونرجع تاني ندخل الفراخ ونفرمها جامد جدا. هنا بقى هنحط عليها بيضه، شويه نشا وبقسماط، شويه توابل هكتبها لكم في الكابشن، وكمان رشه حلوه من الصويا صوص. هنضرب الكلام ده كله مع بعضه، بعد كده هننزل عليهم بالخضار ويا دوب ضربه واحده بس يتخلطوا مع بعض عشان الخضار ما ينزلش ميته. واخر حاجه هضيف معلقه من السمسم والبقدونس ونديهم تقليبه حلوه. خطوه التغليف بقى، هنجيب هنا طبق فيه بيضه ولبن ملح وفلفل، تاني فيه بقسماط وعليه شويه من الكورن فليكس، هنخلطهم مع بعض ونبدا بتشكيل الناجتس اي شكل تحبوه. اهم حاجه يكون في ميه جنبكم عشان ما تلزقش في ايديكم، ونغلفها بالبيض، بعد كده بقسماط، ونوعوا في شكلها دونتس او تشيكن فرايز. الولاد هيفرحوا بيهم قوي. هندخلها الفريزر 10 دقائق وبعد كده تقدروا تقلوها او نعمل كميه ونخزنها عشان نسهل على نفسنا. اهم حاجه تحطوا بينهم كيس بلاستيك عشان ما يلزقوش في بعض، وندخلهم الفريزر او تعالوا نقليها. طبعا هنختار الاير فراير عشان تبقى صحيه، وعايزه اقول لكم طعمها طلع احلى كمان من المقليه في الزيت، وهتصدقوني لما تجربوها بنفسكم. هنقليها على حراره متوسطه لغايه ما تاخد اللون الذهبي ده، وبس كده قدموها جنب اي صوص بتحبوه. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وبالف هنا.